ازيكم؟ الفيديو النهارده هيكون عن شرح الداشبورد بتاع السي ار ام. يعني هنعرف مع بعض الزراير موجودة فين، الموديولز موجودة فين، شرح كامل عن الانترفيس. يعني نعتبره فيديو تعريفي عن السي ار ام واماكن الحاجات اللي هنستخدمها بعد كده في السي ار ام. فخلونا نشوف كده مع بعض. اول حاجه هندخل عليها، طبعا احنا عندنا السي ار ام بيبقى موجود في كذا حاجه، زي ان هو في زوهو 1 اللي هي فيها كل ابلكيشنز زوهو، او البلان بتاعه سي ار ام بلس. فلو احنا على زوهو 1 احنا بنكتب 1.zoho.com. ده بيدخلنا على الداشبورد الاساسيه، اللي هي ده مش السي ار ام، ده داشبورد اساسيه. هتلاقي هنا على الشمال كل الابلكيشنز اللي احنا فتحناها قبل كده، لان اي ابلكيشن بتفتحه لاول مره بيحتاج ان انت تدخل شويه بيانات، وبعد كده يبتدي السيت اب بتاع الابلكيشن نفسه عشان تقدر تستخدمه. فهنا على الشمال عندنا شوية applications، وكمان هنا هتلاقي الدايركتوري اللي هي نقدر نقول السيتنجز بتاعة الادمن او السوبر ادمن، اللي بتقدر من خلالها تشوف اليوزرز الادمنز. لو عامل جروبس، الجروب ده طبعا ان انت بتعمل جروب بتحط جواه ناس وتاساين ابلكيشنز على الجروبس دي، بدل ما تفضل تحط على يوزر. الدومين، الحاجات كلها بتاعت الاورجانيزيشن بتاعتك. طيب خلينا نخرج من الحتة بتاعت الدايركتوري وهندخل في السي ار ام. طبعا انا دخلت هنا في السي ار ام. عايز اقول بس حاجة عشان ساعات بتحصل، ان انا ساعات ببقى في السي ار ام وعايز افتح ابلكيشن تاني ومش بلاقي البار ده. فده بيكون ليه؟ لو انت هنا عندك one.zoho.com دايما هتلاقي البار ده موجود. لكن لو احنا ال CRM اتفتح بطريقة ما، ان هو crm.zoho.com، هتلاقي ان CRM من غير اي حاجة في الجناب، يعني ولا في هنا حاجة ولا في على اليمين حاجة. خلينا افتح الماوس عشان بس ايه تبقوا شايفين الماوس بتاعي. فلو انت في الفيو ده ومش لاقي الابليكيشنز هنا، هتلاقيها على اليمين خالص فوق، كل الابليكيشنز بتاعتك برضو موجودة عادي. فخلينا نرجع بقى للفيو بتاعنا على زوهو 1. ده السي ار ام. اول حاجه انا دخلت لقيت نفسي على الهوم ده عباره عن ايه؟ دي بيج كاستمايزابل، تقدر تحط فيها بلوكات. يعني هنقول بلوكات زي الورد بريس كده، ان انت بتستخدم بلوكات بتحط الحاجات المهمه بالنسبه لك ان انت تشوفها اول ما تدخل على الصفحه دي. هنتكلم على الكاستمايزيشن بتاعها في فيديوهات تانية، بس ده الفيو السريع بتاعها. بعد كده هنا فوق خالص البار ده كله هنلاقي من اول الهوم هنا لحد الاخر دي موديولز اللي موجودة على السي ار ام، زي ان انا عندي الليدز، كونتاكتس، اكاونتس، الديلز اللي انا بعملها، التاسكات المفتوحة، ميتينجز، كولز. كل الموديولز اللي موجودة على السي ار ام هتلاقيها موجودة في البار ده. طبعا مش دول بس اللي موجودين، هتلاقي هنا 3 نقط، دول هيورونا كل او بقية الموديولز اللي مش موجودة في البار، لان طبعا مش هيكفي ان كله يبقى موجود فوق. فهنا كمان هتلاقي اد موديول، لو في موديولز انت عايز تزودها بعد كده في المستقبل نقدر نعمل موديول ونعمل عليه كاستمايزيشنز بتاعتنا. هنا لو عايز تاد تابس، التابس دي ممكن نعتبرها زي كاتيجورايزيشن. مثلا انا بعمل تاب بحط فيه شوية موديولز عشان انا هستخدمهم مثلا في حاجة معينة، فبدل ما افضل ابص على كل الموديولز اللي موجودة قدامي، لا انا عندي تاب فيه 2 3 موديول بس انا بستخدمه. بعد كده هنا عندنا السيرش ده بيدور في كل السي ار ام، يعني مش في الليدز بس، احنا هنا واقفين في الليدز بس، ده هيسيرش في كل السي ار ام. لو دوسنا على علامة الفلتر هنا هتلاقيه بيقولك ان هو هيسيرش في اول، ودي كل الحاجات اللي هيسيرش فيها. طبعا ممكن نشيل الماركس من على حاجات معينة لو عايزين، مش عايزين ندور فيها. بس عموما ده بيسيرش، يعني ممكن نعتبره جلوبال سيرش على السي ار ام كله. هنا بقى انا مثلا واقف في الليد وعايز اسيرش على حاجة جوه الليدز نفسها، ساعتها هسيرش من الفلترز اللي موجودة على الشمال. هنا اقدر اكتب في السيرش الحاجة اللي انا عايزها بس مش الاسم. يعني مثلا انا عايز اسيرش على الاسم ده محمد نبيل، فانا لو كتبت محمد هيقول لي مفيش ماتشنج لاي حاجه ومش هيجيب لي حاجه. لا هو هنا ده بيسيرش باسم الفلتر، يعني انا عايز فلتر بالنيم مثلا، فانا هكتب نيم
واقول مثلا انا عايز الفيرست نيم او اللاست او الليد نيم نفسه. فخلينا اختار الليد نيم عشان فيها حاجة عايز اوريها لكم. الليد نيم از، لو انا كتبت الليد نيم مش زي اللي مكتوب بالظبط مش هيطلعه. يعني لو كتبت كده ودوست انتر هيقول لي ماشي ايوه، هنا طلع لي الليد نيم عشان انا كتبت الليد نيم كله. لو انا شلت مثلا الاسم التاني وعملت انتر مش هيطلعها لي، لان هو الفلتر از يعني لازم تكون بالظبط زي اللي انا كاتبه. تمام. فلو انا عايز اكتب اسم واحد او فاكر حاجة واحدة مثلا من الاسم او كده، فانا هنا بدل is هخليها contains. ساعتها هيطلع لي الليد اللي contains محمد، او لو في كذا ليد طبعا بتكونتين الاسم ده هيطلعه. فده بالنسبة للفلترز. ان انا بقدر اغير من هنا. لو عايز اسيف الفلتر ده بعد كده، ان انا مثلا بجيب ليدز معينة وعامل كذا فلتر تحت بعض، يعني كومباينيشن ما بين الفلترز كده، فاقدر اسيف الفلتر ده عشان استخدمه بسرعة. يعني مثلا خلينا نشيل الفلترز دي كلها، وخلينا نقول مثلا ان انا عايز احط تاج على الليد دي. فهاجي على تاجز كده وهكتب مثلا، مش انا عندي هنا تاج اسمه ليد. طبعا لو في تاج انت جديد عايز تكتبه هتكتب على طول مثلا كده، وهتدوس عليه هيتعمل له كرييت على طول. خلينا نحط بقى عليها الليد دي. وهنا انا حطيت عليها التاج بس انا مش شايف التاج محطوط فين، فاقدر اعمل كاستمايز للبارز دي او للتيبل ده بحيث ان هو يطلع لي الحاجات اللي انا عايز اشوفها. هنا على اليمين خالص هتلاقي الايكون دي، هتدوس عليها وتدوس على manage columns. هنا هيجيب لي كل الفيلدز اللي موجودة في الليد. يعني لو انا فتحت الليد هلاقي جواها الفيلدز اللي فيها المعلومات دي. فممكن ادور على التاج كده اهو واقول له سيف. طيب لقيت التاج طلع هنا ودي معمول عليها ليد زي ما انا عملتها. طب لو انا عايز التاج ده في الاول هنا، برضو هروح على المانج وهشد التاج ده من هنا كده، خليه مثلا في الاول هنا. التيبل اتغير والتاجز بقت في الاول. الفلتر بقى اللي كنا بنتكلم عليه، ان انا عايز افلتر بالتاج كده والتاج يكون ليد. تمام. ابلاي فلتر، هلاقي عندي الليد دي بس. لو انا عندي ليدز تانية محطوط عليها نفس التاج هتطلع معايا. وهسيف الفلتر ده كده، اقول مثلا نيو ليدز سيف. طبعا انا لو عملت كلير ودخلت تاني يوم مثلا انا عايز اخش اجيب الفلتر اللي انا عملته، هلاقيه هنا في السيف ده، اروح دايس عليه وان كليك بس هتوصلك للمرحلة اللي انت كنت فيها على طول. ده بالنسبة للفلترز. بعد كده تعالوا نشوف الفيوز. يعني مثلا عندي الفيو ده ليست فيو. من هنا كده الاوبشن ده او البutton ده هدوس عليه، هيبقى عندي كامبان فيو، كاستم، تايتل، تيبل. بس طبعا الكامبان فيو عشان ده لسه اكونت جديد، فالمفروض انت هتدخل بيانات الكامبان فيو وتختار الحاجات اللي هتفلتر بيها وهكذا. طبعا هنشرح ده في فيديو تاني. بس لو عايزين نشوف الكامبان فيو، هو باي ديفولت موجود في الديلز، فهو ده الكامبان فيو. ان انت يبقى عندك كاردز كده تقدر ان انت مثلا هشد ده هحطه في النيد اناليسز مثلا كده. خلاص هلاقي حط لي الفلوس هنا، السعر بتاع الديل وشاله من هنا، وكل حاجة ابديتد ان هو بقى جوه النيد اناليسز. نرجعه تاني، كل حاجة ترجع تاني. طبعا هنا انا اقدر اخليه ليست فيو برضو، اقدر اخليه كاستم ليست فيو. كاستم ليست دي ممكن نعمل لها كاستمايزيشن، نظهر الحاجات اللي احنا عايزينها. مثلا هنا بدل 2 روز نخليها 3، تغير الداتا اللي موجودة، تزود تقلل، كاستمايزيشن كامل. التايتل فيو والتيبل فيو اللي هو تقريبا شبه الليست فيو يعني. بس فكده هنا ناقص لنا زرار البلس ده. لو انت عايز تزود اي حاجة في السي ار ام، الزرار ده بيديك الاوبشن ده، انت تختار من هنا عايز ازود ليد، كونتاكت، اكاونت، اي حاجة. مش لازم ان انا ادخل في الموديول نفسه من جوه هنا.
بعد كده عندنا من الحاجات المهمة برضو النوتيفيكيشنز دي، لو جالك نوتيفيكيشن او ريمايندر او اي حاجة في سي ار ام هتلاقيها موجودة هنا. وعندنا السيتنجز اللي هي من خلالها بقى هنعمل الكاستمايزيشن بعد كده، واي حاجة عايزين نضيفها او عايزين نعدلها هتبقى من المكان ده. واخر حاجة في البار اللي فوق هي البروفايل. انت لو دوست بقى على ماي اكاونت هنا تقدر تغير الباسورد بتاعك، او مثلا لو عايز تعمل تو فاكتور اوثنتيكيشن، تغير اي حاجة في البروفايل نفسه هتلاقيها من ماي اكاونت. هنا عندنا create lead، بما ان انا في الليدز فهلاقي عندي ده create lead، لو انا في الكونتاكتس create contacts، وهكذا. الاكشنز هي ان انا عايز اعمل ماس ابديت، يعني انا عايز مثلا اسلكت كذا حاجة مع بعض واعمل لهم ابديت في حاجة معينة، او ديليت، او اعمل لهم كونفرت، لان دي ليدز. الليد اقدر اعملها كونفرت تبقى كونتاكت واكونت، او مثلا ان انا ابعت ماس ايميل، برضو هبعت ايميل للناس اللي انا هسلكتها كلها. واخر حاجة هنا هنلاقي هنا في الريكورد الفيوز، هو بيطلع لي كام ريكورد. باي ديفولت هتلاقي هو بيطلع لك هنا 10 ريكورد، وبعد كده هتسكرول، أو يعني مش هتلاقي السكرول لان هو مطلع 10 بس. فلو انت عايز تزود الفيو بتاع الريكوردز في الصفحة هتدوس على دي وتختار العدد اللي انت عايزه لحد 100. بما ان انا ما عنديش غير 10 فمش هنشوف يعني حاجة كتيرة. واخر حاجة عندنا البار اللي تحت. طبعا الجزئية دي اللي هو الشاتس والشانل وكونتاكتس، الجزئية دي مخصوصة لكليك. زوهو كليك عامل زي الواتساب كده، لو انت عندك مثلا تيم شغال في الشركة مع بعض بتقدروا تعملوا تشات، مكالمات، ميتينجز، الحاجات دي كلها عن طريق كليك. فلو في ناس موجودة على كليك هتلاقيهم الشاتس موجودة هنا بينك وبينهم. channels دي زي جروبس على الواتساب، هتلاقيها برضو هنا. والكونتاكتس اللي هي الناس، اسامي الناس هتلاقيها هنا لو انت عايز تتصل بحد تبعت له مسج او ايا كان. بعد كده عندنا هنا اسك زيا دي زي تشات جي بي تي، انت بتسألها اي حاجة وبتطلع لك المعلومات من السي ار ام. يعني مثلا هنا كنت how many deals lost for this years، قال لي 1، وهكذا. تبتدي تتكلم معاه، بس طبعا ما فيهوش مش زي تشات جي بي تي ان انت بتبني على الاسئلة اللي انت سألتها قبل كده اسئلة تانية. لا، كل سؤال منفصل. يعني انت لو سألت سؤال وزي رد، بعد كده هتسأل سؤال تاني مبني عليه، هتلاقيه يقولك مش عارف، مش فاهم كده. فكل سؤال منفصل عن التاني. هنا ستيكي نوتس زي بتاعت الويندوز، تكتب نوتس بس دي internal. internal بمعنى لان احنا هنا عندنا نوتس، تمام، عندنا هنا نوت بوك. فكل النوتس اللي هتتكتب هنا حاجات internal ليك، او هتعمل لها شير مع التيم او ايا كان. لو نوت عايز تكتبها على الليد او على كونتاكت ده بيبقى من جوه الليد نفسها. دخلنا على الليد اهو، ندخل على النوتس. هنا تقدر تكتب النوت اللي انت عايزها عن الشخص ده، ودي في الحالة دي التيم كله بيشوفها، او الناس اللي معمول لها assign للليد دي ان هي تقدر تشوفها. حاجة اخيرة بالنسبة للليد، لو احنا عايزين نعمل convert للليد بنعمل convert من هنا. وعموما ده كده كده هيبقى مشروع في الفيديوهات الجاية عن الليدز، الكونتاكس، كل موديول هيبقى ليه فيديو مخصوص بنشرح فيه الحاجات الكاملة عن الموديول ده. ففي الفيديوهات الجاية ان شاء الله هنشرح تفاصيل اكتر عن الليدز وكاستمايزيشن بتاع الموديولز، وعن ازاي تعمل كل التفاصيل اللي انت عايزها في CRM. فلو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجاية ان شاء الله.